تخيل معايا السيناريو ده. بعد مصاريفك الأساسية قدرت تحوش مبلغ، ولنفترض إن المبلغ ده ممكن يكفيك من 3 ل6 شهور، أو ما يسمى بالإمرجنسي فاند. مبلغ ممكن يكفيك لو لا قدر الله حصل لك حاجة وفقدت شغلك، أو اضطريت تعمل جوب سيرش. بعد كده افترضنا إن حضرتك قدرت توفر مبلغ تاني، ولنفترض $1000. $1000 دول دلوقتي احنا عارفين إنك مش محتاجهم في الوقت القريب، وبما إننا عارفين إن الفلوس قيمتها بتقل مع مرور الوقت بسبب التضخم، فحضرتك قررت تستثمر $1000. $1000 دي ممكن تستثمرها في ذهب أو في عقار أو في بورصة، الأسهل ليك. افترضنا بعد ما استثمرت $1000 حصل زي ما ممكن يحصل لأي حد. افترضنا إنك استثمرتهم في الذهب وأسعار الذهب وقعت زي ما وقعت في الفترة الأخيرة. افترضنا إن حضرتك استثمرتهم في البورصة وعرفنا إن إحنا كنا في فقاعة والفقاعة فرقعت وخسرت جزء من فلوسك. السؤال الوقتي، حضرتك محتاج وقت قد إيه أو محتاج تعمل إيه عشان ترجع نفس رأس المال بتاعك؟ قبل ما نجاوب على السؤال ده خليني أعرفكم بنفسي. أنا محمد صلاح، سوفت وير انجينير في جيبو مورجان تشيز. قبل جيبو مورجان كنت شغال في بنك في أمريكا. عندي اهتمام بالبيرسونال فاينانس والفاينانشال ماركتس. بس علشان أكون واضح مع حضراتكم، أنا مش فاينانشال أدفايزر، ومش هقدم هنا نصيحة مالية، والقرارات اللي حضرتك هتاخدها هتبقى على مسؤوليتك الشخصية. أنا بصنف نفسي as a retail investor، كشخص بيدير استثماراته بنفسه، ومقتنع إن أي شخص ممكن يدير استثماراته بنفسه ويحقق عوائد أعلى من الفاينانشال أدفايزرز نفسهم، وبتكلفة أقل، لو هو متعلم تعليم صح وادى لنفسه الوقت الكافي إنه يقرأ ويفهم الاستثمار وأساسياته من مصادر مختلفة. الكلام ده أصلا مش كلامي لوحدي، ده كلام ناس كتيرة، منهم جون بوجل. جون بوجل مؤسس فانجارد أو مخترع ما يسمى بصناديق المؤشرات. احنا هنا في القناة مش علشان نوعدك إنك تحقق أرباح 100 200 300%. احنا هنا علشان نبني معرفة حقيقية عن الاستثمار خطوة بخطوة. دلوقتي نرجع للسؤال اللي بدأنا بيه الحلقة. لو حضرتك استثمرت $1000 وللأسف خسرت، عندنا الوقت 3 احتمالات للخسارة. الاحتمال الأول إن حضرتك خسرت 20%، الاحتمال التاني حضرتك خسرت 50%، الاحتمال التالت هو إن حضرتك خسرت 80% لا قدر الله. طيب السؤال دلوقتي، أنت محتاج تكسب قد إيه علشان ترجع لنفس رأس المال اللي بدأت بيه؟ في الحالة الأولى حضرتك خسرت 20%، ممكن تفتكر إن أنا لو كسبت 20%، أو لو كسبت 50% اللي خسرتهم، أو لو كسبت 80% اللي خسرتهم، هقدر أرجع لنفس رأس المال اللي بدأت بيه. لكن للأسف الإجابة دي غلط. فلو رحنا الاحتمال الأول، $1000 اللي مع حضرتك أنت خسرت 20%، فالمبلغ اللي بقى معاك الوقت هو $800. محتاج تكسب $200 علشان يوصلوا $1000 تاني، فأنت محتاج تكسب 25%. لو رحنا للاحتمال التاني، حضرتك خسرت 50%، فالمبلغ بتاعك بدل ما كان $1000 بقى $500. الوقت حضرتك محتاج تكسب 100% علشان تعوض الخسارة اللي هي كانت 50%. طيب رحنا للاحتمال التالت، حضرتك خسرت 80% من $1000 اللي كانوا معاك، فالمبلغ النهائي معاك الوقت بقى $200. الوقت حضرتك محتاج تكسب 400%. تخيل معايا، محتاج تكسب 400% علشان ترجع نفس رأس المال اللي بدأت بيه. وده بيأكد على نقطة مهمة جدا في الاستثمار، إن كل ما كانت الخسارة كبيرة كل ما كان الطريق للرجوع أصعب وأصعب. وده بياخدنا لنقطة تانية، وهي القاعدتين الذهبيتين لوارن بافيت في الاستثمار. بس الأول، لو حضرتك متعرفش وارن بافيت، وارن بافيت ده أشهر وأنجح مستثمر في التاريخ. عنده قاعدتين 2 للاستثمار. القاعدة الأولى بتقول never lose money. القاعدة التانية لوارن بافيت بتقول don't forget rule number 1.
هنا وارن بافيت مش بيقول لك حقق أكبر مكاسب ممكنة، لا، بكل بساطة بيقول لك ما تخسرش. العائد السنوي لوارن بافيت هو 20%. يعني تخيل معايا إن أشهر وأنجح مستثمر في التاريخ العائد السنوي بتاعه 20% بس. السر هنا في 3 حاجات: الفايدة المركبة، والوقت، والبعد عن الخسائر الكبيرة. وارن بافيت عارف إن الخسائر الكبيرة هتطير جزء كبير جدا من أرباحه، فدايما بيتجنب الخسائر الكبيرة. بدأ استثماراته وهو عنده 10 سنين، وأسس بيركشاير هاثاواي 1965، ولحد دلوقتي بيدير بيركشاير هاثاواي، وناس كتيرة جدا مؤمنة بيه وشايفة إن الشخص ده من أنجح وأشطر المستثمرين في التاريخ. لو حضرتك استثمرت مع وارن بافيت $1000 بس في سنة 1965 وسبتهم ما عملتش أي حاجة تانية في حياتك وسبتهم لحد دلوقتي، أو نفترضنا جدك هو اللي ساب معاه $1000 ونساهم، $1000 اللي تم استثمارهم في 1965 لحد 2025 دلوقتي هتبقى قيمتهم أكتر من $56 مليون. السؤال الأهم بقى، إيه اللي إحنا ناويين نعمله هنا في القناة؟ إحنا قلنا إن هدفنا من القناة هنا إن إحنا نحقق معرفة حقيقية عن الاستثمار. المعرفة الحقيقية عن الاستثمار هتتطلب جهد نظري وجهد عملي. بالنسبة للجانب النظري هنقرأ ونناقش أهم كتب الاستثمار. كتب في الاستثمار زي راندوم ووك داون وول ستريت. الكتاب ده من خلاله هنعرف إيه الفقاعات الاقتصادية وإزاي الفقاعات الاقتصادية ممكن تتكون. ممكن نعرف الفرق ما بين الفاليو انفستور والجروث انفستور، ايه الفرق ما بين التكنيكال اناليسيز والفاندامنتال اناليسيز، وازاي ممكن نستثمر في صناديق المؤشرات. احنا مش لازم نتفق مع كل حاجة في الكتاب، لكن الكتاب بصفة عامة هيدينا فكرة كويسة عن الاستثمار في الستوك ماركت. من اشهر الكتب برضو اللي ممكن نناقشها كتاب تاني زي Psychology of Money. الكتاب ده بيأكد على فكرة ان الاستثمار في الستوك ماركت عبارة عن 80% فهم وسيطرة على مشاعرك و20% knowledge. الكتاب التالت اللي ممكن نناقشه برضو ممكن نناقش كتاب One Up من وول ستريت لبيتر لينش. الكتاب ده هيساعدك جدا لو حضرتك قررت تستثمر في سنجل ستوكس بنفسك. ازاي ممكن تقول ان السهم الفلاني ده سهم ناجح وهيحقق عوائد عالية في المستقبل. وفي كتب تانية كتيرة مهمة هنناقشها ان شاء الله. ده بالنسبة للجانب النظري. بالنسبة للجانب العملي هنشرح ازاي حضرتك ممكن تعمل باك تيست على هيستوريكال داتا علشان تعمل تيست للاستراتيجي بتاعتك في الاستثمار. وهنشرح برضو ازاي حضرتك ممكن تستخدم بروكرز مختلفة علشان تستثمر عليها. ممكن نشرح بروكرز مختلفة زي انتراكتيف بروكرز، ممكن زي روبن هود، او حتى لو حضرتك تستخدم ثاندر. وبكده يبقى احنا عندنا صورة واضحة عن ازاي ممكن نستثمر مبنية على علم حقيقي خاص بالاستثمار من أشهر وأهم كتب في الاستثمار. وكملخص سريع للفيديو، احنا اتكلمنا النهاردة عن الرسالة الأساسية للقناة، وهي إن أي شخص يقدر يدير فلوسه بنفسه لو هو متعلم تعليم كويس وادى لنفسه الوقت الكافي اللي هو يقرأ ويفهم الاستثمار من مصادر مختلفة. وبعد كده اتكلمنا عن أهمية المحافظة على رأس المال، وإزاي إحنا لازم نتجنب على قد ما نقدر الخسائر الضخمة، وإزاي لو لا قدر الله حضرتك خسرت 80% من فلوسك فأنت على الأقل محتاج تحقق ربح 400% علشان بس ترجع رأس المال اللي بدأت بيه. واتكلمنا كمان عن استراتيجية القناة في المستقبل، وإزاي إحنا ناويين نبني معرفة حقيقية عن الاستثمار. فلو المواضيع دي مهمة بالنسبة لحضرتك يا ريت تشترك في القناة وتقول لنا لو في مواضيع تانية حضرتك حابب ان احنا نتكلم فيها. شكرا.